تحفظ أي معلومة من أول مرة وتفضل محفورة في دماغك طول حياتك. والصدمة؟ السر ده موجود جوه دماغك من زمان، لكن محدش علمك ازاي تستخدمه. النهارده هكشف لك المفاتيح اللي بتحول عقلك لآلة حفظ لا تهزم. عارف الإحساس لما تذاكر طول الليل وتصحى تاني يوم تحس كأنك عمرك ما شفت المعلومة دي قبل كده؟ تحس إن دماغك عملت ديليت أوتوماتيك. لكن الغريب إن في ناس تحفظ من أول مرة وتفتكر حتى بعد سنين. ليه هم وإحنا لا؟ هل عندهم ذاكرة خارقة ولا السر في طريقة استخدام العقل؟ من سنين عالم اسمه هيرمان إبنغهاوس عملوا تجربة غريبة جدا. حاول يحفظ كلمات ملهاش أي معنى، وبعد يوم واحد نسي 70% منها. لكن لما كرر المعلومات بأسلوب معين فجأة دماغه احتفظ بيها كأنه لقى زر تشغيل للذاكرة. السر الأول: حول المعلومة لتجربة حسية. المخ ما بيحبش نصوص جافة، هو بيعشق المشاهد والصور والمشاعر. مثال: لو قلت لك القاهرة عاصمة مصر، عادي صح؟ لكن جرب كده، تخيل نفسك واقف فوق برج القاهرة، الهواء بيلمس وشك والنيل تحتك بيلف وسط المدينة، وفجأة تسمع صوت بيقولك القاهرة عاصمة مصر. شايف الفرق؟ المرة الأولى كانت جملة، المرة التانية كانت فيلم كامل دماغك بيعيشه. الخلاصة: اربط المعلومة بمشهد، إحساس، صوت، صورة أو حتى ريحة. كل ما الرابط كان أقوى المعلومة تفضل عايشة أطول. السر الثاني: قوة الإيقاع والتكرار الموزع. ليه الأغاني بتعلق في دماغك أسرع من أي حاجة؟ لأنها مزيج من صوت بلس إيقاع بلس تكرار، لكن مش أي تكرار. السر هو التكرار الموزع. راجع المعلومة بعد ساعة، بعد يوم، بعد 3 أيام، بعد أسبوع، بعد شهر. كل مرة بتقول لدماغك المعلومة دي مهمة، احفظها كويس. السر الثالث: قوة العاطفة. المعلومة اللي ما تمسكش قلبك هتطير، لكن لو ربطتها بهدف، حلم أو حتى خوف، دماغك هيخزنها كأن حياتك متوقفة عليها. تخيل لو رقم عادي غالبا هتنساه، لكن لو الرقم ده هو اللي هينقذ حياة حد بتحبه هتحفظه فورا من مرة واحدة. في الحرب العالمية الثانية جندي صغير لازم يوصل رسالة سرية لقائده. الرسالة طويلة ولو كتبها هيمسكونه. عمل ايه؟ حفظها كأغنية ولحنها وربطها بمشهد بطولي في خياله. وصل للقائد حفظها كلمة كلمة. ليه؟ لأنه حس إن المعلومة دي حياة أو موت. انت تقدر تحفظ أي حاجة لو مشيت على المفاتيح الثلاثة. 1. حول المعلومة لتجربة حسية. 2. استخدم التكرار الموزع. 3. اربطها بعاطفة قوية. من النهاردة أي معلومة تيجي قدامك اسأل نفسك إزاي أعيشها وأكررها وأربطها بقلبي. جرب وهتكتشف إن دماغك أقوى مما كنت تتخيل. ولو حسيت الفيديو ده فتح لك باب جديد، شاركه مع أي حد محتاج القوة دي، واكتب لي في التعليقات إيه أول حاجة نفسك تحفظها وهتبدأ بيها إمتى، واعمل لايك واشتراك، لأن اللي جاي هيخليك تحس إن عقلك بقى سوبر باور.